خلق شيطاني ذميم، وخصلة من قبيح الخصال، داء يصيب صاحبه بالتيه والعجب والغرور، فلا يرى إلا نفسه ولا يرى لأحد فضلا ولا مكانه، داء يصد صاحبه عن الحق ويجره إلى المهالك، ذلكم هو داء الكبر. وما أدراكم ما الكبر؟ داء ابتلي به بعض الناس فعميت بسببه الأبصار عن الحق فلا تبصره، خلق يزينه الشيطان لضعفاء ومرضى النفوس فينفخ فيهم حتى ينتفخ أحدهم ويرتفع كالبالون فتتلاعب به الأهواء، ويكونون عرضة للسقوط والتلاشي في أي لحظة. أيها المسلمون، الكبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أول الذنوب والمعاصي التي ارتكبت في حق الله تبارك وتعالى. قال تعالى مبينا سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإمام المتكبرين وقدوتهم في ذلك عدو البشرية إبليس، أعاذنا الله وإياكم من شره ومكره، حيث رد الحق حين جاءه من رب العالمين ورأى من نفسه الأفضلية وقال قولته التي ملؤها التكبر العفن: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فضيع الجنة والدنيا والآخرة. أيها المسلمون، الكبر صفة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، فهي صفة كمال في حق ربنا عز وجل وصفة نقص في المخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: قال الحق تبارك وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. رواه مسلم. وفي لفظ: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. رواه أحمد. وذلك لأن هاتين الصفتين من صفات الله تبارك وتعالى خاصة، فلا يجوز للمخلوق أن يتصف بهما، فالله تعالى إذا اتصف بهما كان ذلك في حقه كمال، والمخلوق إذا تجرأ ولبس شيئا من هاتين الصفتين كان فيه نقصا وعيبا. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإذا كان كذلك فإن كل من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى تعظيمه وإطرائه والخضوع له وتعليق القلب به محبة وخوفا ورجاء فقد نازع الله في ربوبيته وألوهيته، وهو جدير بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه يوم القيامة كالذبابة يطأها الناس، كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، الكبر يؤدي إلى كثير من الانحرافات كازدراء الآخرين واحتقارهم وسوء الظن بهم والكذب في مدح النفس وذكرها بما فيها وما ليس فيها، وسرعة الغضب والانتقام وحب السيطرة والافتخار والرياء والمن والأذى، نسأل الله السلامة والعافية. الكبر افتخار وعجب وغرور ينبعث من القلب فيعبر عليه اللسان والحال، يظهر ذلك على لسان المتكبر أو في مشيته أو حركاته أو مواقفه، فيرد الحق ولو كان جليا واضحا، ولا يقبل النصيحة ولا يأخذ بالمشورة، لأنه ينظر إلى من نصحه ودله على الحق وأرشده إلى الصواب نظرة احتقار وازدراء،
فيرى أنه أقل منه سنا أو أقل منه علما أو أقل منه مالا أو أدنى منه مرتبة أو أقل منه حسبا ونسبا، فيمنعه غروره وكبرياؤه من قبول الحق والأخذ به. أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق أي رده على صاحبه، وغمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. وأما أخذ الزينة الظاهرة فهو من الجمال الذي يحبه الله وليس من الكبر في شيء. فتنمية المسلم لذوقه في الثوب والمركب والدار سلوك سليم، والفرق يظهر في القصد والنية. فإذا كان القصد التكبر على الناس والتعالي عليهم، وهذا يقصد التأدب بآداب دينه من نظافة وحسن هندام وجمال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم. أيها المسلمون، أخطر أنواع الكبر من يتكبر على شريعة الله، فتأتيه الآية والأحاديث الدالة على خطأ ما هو وقع فيه فيتعذر بأعذار واهية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فشلت يمين الرجل. رواه مسلم. والمتكبرون هم من حطب جهنم ووقودها. قال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. رواه مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن يجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، وبعد. فيا أيها المسلمون، فالصفة التي ينبغي عليها أن يكون المسلم هي التواضع لله، تواضع في غير ذلة، ولين في غير ضعف ولا هوان. وقد وصف الله عباده بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي في سكينة ووقار، غير أشرين ولا متكبرين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أسوأهم في ذلك أشرف الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة تأخذ بيده فتنطلق به إلى حيث شاءت، وكان إذا أكل لعق أصابعه، وفي بيته يكون في خدمة أهله ولم ينتقب لنفسه قط، وكان يقصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. وكان صلى الله عليه وسلم كريم الطبع جميل المعاشرة، طلق الوجه، متواضعا في غير ذلة، خافضا للجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وكان يقول: لا آكل متكئا. وكان يجلس حيث انتهى به المجلس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ولما أراد أحدهم أن يحدثه أخذته هيبة فارتعب، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد.
رواه ابن ماجه. وكان الرجل إذا دخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيكم محمد، لا يترفع ولا يتعالى ويجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يتميز بلباس ولا مكان، فهو سيد المتواضعين. جعلني الله وإياكم منهم. قولوا آمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، واقمع أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين واكلأه برعايتك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق المبين. اللهم اجعله آمرا بالمعروف متبعا له، ناهيا عن المنكر مجتنبا له، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا نياتنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وأقل عثراتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا، عاما نافعا تصيب به العباد والبلاد. اللهم افتح علينا بركات السماء، وأخرج لنا بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد، اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا نقمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.